هقول لك على التشكيله اللي الزمالك يكسب بيها ماتش الاهلي بكل اريحيه. هلعب بالمهدي سليمان مش محمد عواد، هلعب باحمد فتوح، والعب جنبه الونش، والعب جنبه محمد اسماعيل، والعب جنبهم صلاح مصدق مش عمر جابر. هلعب قدام بثلاثه بثلاثه لعيبه سته على خط واحد على مسطره واحده. بنتايج، احمد ربيع، محمد شحاته. قدامهم هلاعب عبد الله السعيد، هو اللعيب اللي هيضغط من قدام، هو اللعيب اللي انا في التحول اطلع عليه بالكوره، لان ناصر ماهر اثبت ان هو مش احسن لعيب يطلع يعمل لي التحول. ناصر ماهر في الحته دي لما بطلع عليه هو ما بيعرفش يطلعني، خلاص بيبدا ياخد الكوره ويفضل يتحفلط بيها فما بيعرفش يطلعني. فاحسن لعيب يلعب لي الحته دي عبد الله السعيد. الشوط الثاني عبد الله السعيد تعب، اطلعه وانزل مكانه ناصر ماهر او احمد حمدي. خلاص، دي تشكيله لا غبار عليها. هلعب باثنين قدام، شيكو بنزا لانه لعيب سريع جدا، هو لسه مش فت بس هو لعيب سريع جدا. يقدر يحط الدفاع الاهلي تحت ضغط باستمرار، لان الدفاع الاهلي اصلا ضعيف جدا ضعيف جدا وما فيهوش سرعات. فانا لو حطيت لعيب زي شيكو بنزا، عبد الله السعيد يوديه سيف الجزيري يعرف يقف على الكوره، يعرف لحد ما الفريق كله يتحول من الدفاع للهجوم، اقدر اعمل للاهلي مشاكل هو مش هيقدر يجاريني فيها. خلاص، انا لو وقفت ورا واستنيت لعب الاهلي انا بدي للاهلي يستغل احسن ميزه عنده وهو خط الهجوم. الاهلي في خط الهجوم بتاعه فريق قوي جدا، انا ما اقدرش اجاريه. ممكن يخطف واحده، ممكن يخطف الثانيه، لكن انا لازم اقسم الماتش لمرحلتين على الاقل. اول مرحله ان انا هنزل اول نص ساعه امتص لعب الاهلي، لازم اقف امتص لعب الاهلي، ما ينفعش اول نص ساعه انزل اجاريه. خلاص، هبدا من بعد نص ساعه الاولانيه ان شاء الله ما يكونش خطف هدف ولا حاجه، هبدا بقى انا اعمل التحولات بتاعتي. هزنق الاهلي قدام، هقدم هقدم خط الدفاع بتاعي على نص الملعب، وابدا انا اشتغل شغلي. ليه؟ لان الاهلي عنده مشاكل كبيره جدا في الدفاع. اولا عندك اشرف بن شرقي هيلعب اساسي ما بيدافعش، ولو بيدافع بيحلق ملوش اجاده دفاعيه. عندك زيزو عمره ما هيدافع برضه بالطريقه اللي انت متخيلها. يعني انت عندك هتبقى معظم الماتش انت مستفرد بمحمد هاني والناحيه الثانيه كوكا. لو ان شاء الله حاجات في دفاع الاهلي الزمالك ممكن يستغلها بكل اريحيه. المساحه اللي ما بين ياسين مرعي وياسر ابراهيم مساحه اي حد يخترق منها وتتلعب له كوره صح هيجيب جول، هينفرد بالجول على الاقل. المساحه اللي ما بين كوكا وياسر ابراهيم هيجيب جول. الاهلي فيه مشاكل دفاعيه بالجمله بالجمله، بس عايزه لعيب ذكي. عشان كده بقول لك سيف الجزيري لازم هو اللي يبدا. سيف الجزيري هيطلع نجم الماتش ده لو الزمالك لعب بالسيناريو اللي انا بقول لك عليه. الزمالك يقدر يكسب الماتش ده وانت مرتاح، الزمالك يقدر يكسب الماتش ده وانت مرتاح. الاهلي فريق على مستوى الهجوم فريق قوي جدا، بس الاهلي عنده مثلا الاهلي بيلعب يعتبر من غير راس حربه، جراديشار ده ما يعتبرش راس حربه، لكن عنده زيزو وعنده تريزيجيه وعنده بن شرقي، لعيبه تعمل لك كل المشاكل اللي في الدنيا لو سبت لها الكره في رجليها. اللعيبه دي هي ما بتحبش تدافع اصلا، فانت فكره ان انت تخليها تمل في الملعب ان انت تاخد الكره منها. خلاص، طبعا الكلام ده في اول نص ساعه مش هينفع لان اللعيبه دي هتبقى نازله لسه نازله بدني واقفين على رجليها لسه. الزمالك لازم يقف يستنى لعب عشان حتى البدنيا الزمالك مش واقف على رجله، فانت لما تقف تستنى لعب انت اللعيبه بتاعتك بترتاح اكتر، اللعيبه بتاعتك بتشم نفسها، بتبدا تشوف الكابتن احمد عبد الرؤوف يقدر يشوف الثغرات والاهلي طالع بالكوره الثغرات فين. اولا انا لازم ما اخليش الاهلي، انا لازم زيف الجزيري وشيكو بنزا ما يخلوش الاهلي يطلع باريحيه من يحضر كرة، لان الاهلي لو ضغطت عليه باي لاعب اي لاعب واحد مجرد ما بيشوف اي فلنه من الخصم وهو بيحضر كرة الفريق كله بيرتبك. فبتلاقي بقى مين؟ بتلاقي بن شرقي نازل من مكانه يستلم، بتلاقي عمر مروان وديانج نازلين تحت خالص عشان يستلموا، فانت هنا بتحطه اللعيبه دي عشان خاطر تطلع تعمل لك التحول ده كله، ياخدوا الملعب كله رايح جاي. انت بترهقهم بدري بدري في الشوط الاولاني. اذا لما بتضغط على الاهلي بالاثنين لعيبه اللي هو شيكو بنزا وسيف الجزيري، انت اول حاجه بتستفاد منها ممكن تقطع الكوره وبامر الله ده وارد جدا. الحاجه الثانيه والمهمه بقى ان انت بتخلي اللعيبه دي بتستنزفها بدنيا، ما بتبقاش طول الماتش بتلعب فت 100%، انت بتستنزفها جامد. هي مباراه القمه يا جماعه هي لعبه ذكاء، لعبه ذكاء، مين موهوم بمين، مين مخدوع في مين اكتر. زيزو عرضياته ازاي توقف عرضيات زيزو، دي اهم حاجه. اختراقات بن شرقي ازاي توقفها. عشان كده انا بقول لك لازم تلعب بنتايج
واحمد فتوح زي ما لعبت ماتش بيراميدز. الناحيه الثانيه انا بقول لك ليه صلاح مصدق؟ لان صلاح مصدق لعيب دفاعيا عالي جدا، الكوره في رجله بالخروج بيها كواليتي عالي جدا، عرضياته حتى لو رحت بكوره عرضياته قويه جدا. فعمر جابر ده مش الماتش اللي انا هجامل فيه عمر جابر. الثغره اللي ممكن تبقى عندك في الدفاع ان انت تلعب عمر جابر، ريح عمر جابر الماتش ده او لعبه الشوط الثاني. انا مش شايفه مش ماتش، لو صلاح مصدق جراله حاجه او اتصاب او كده هو ينزل مكانه، لكن صلاح مصدق لازم يلعب الماتش ده عشان تبقى امنت خط الدفاع ورا. غير كده هيبقى في مشاكل كتيره جدا من هجوم الاهلي للدفاع عنه.